السلام عليكم، وحلقة جديدة من بورصة مع عود، مراجعتنا اليومية على البورصة المصرية. أول حاجة نبص على GX 30 بسرعة. النهاردة المؤشر كان كويس جدا، استوعب هبوط امبارح وأغلق فوق 31200، وده ممتاز جدا. كان إن شاء الله الهدف الجاي لينا 32200. الفوليوم ممتاز وكل حاجة كويسة. GX 70 برضو أكد على الاختراق ده وعمل قمة جديدة عن 7400، وكويس جدا، والفيديو ممتاز، والسوق امان ما شاء الله كويس. مع الحذر بكره الخميس بيبقى في ناس واخده مارجن وكريدت، يعني ممكن يبقى بيحصل رمي في السوق بسبب المارجن والكريدت غصب عنهم، فتخلي بالك. حاول ما تشتريش باسعار عاليه. سريعا بص على سهم كيما. سهم كيما من الاسهم الكويسه جدا، طلع بزاويه 45 درجه. عندنا دلوقتي واقف خسارته الرئيسي عند 8 جنيه و40 قرش. طول ما هو ما قفلش فوق 8، يعني طول ما هو فوق 8 جنيه و40 قرش، انصحك ما تبيعهوش لو انت حامل السهم، لان ده واقف في الخساره. لو انت مش موجود في السهم وبره، اشتري بعد ما يغلق فوق 9 جنيه، هيبقى كده عدى اكبر مقاومه هتقابله ان شاء الله. بعد كده هتبقى مفتوحه ليه ل 11 جنيه و13 و14 جنيه، القمه التاريخيه. اوراسكوم استثمار النهارده خدت سيوله كويسه جدا، عامل ارتفاع، لسه ماشي في مسار عرضي. عشان نقدر نقول ان هو خلاص مسار عرضي لازم يعدي 45 قرش. لو اشتريت دلوقتي وقف خسارتك هيبقى 41 قرش، يعني في قرش في قرشين بس هو الايه الفرق، فمش كتير يعني. تقدر تشتري وتقدر تحط 41 قرش هو في خساره، وحط هدفك 45 قرش. AIH ربيع انفستمنت هولدنج برضو دخلت النهارده السيوله، اختبرت القاع عند 51 قرش، دلوقتي عند 53 قرش، وعندها هدف عند 58 55 دلوقتي. لو انت عايز تشتري انصحك تستنى لما يقفل فوق ال 58، عشان هو في فجوه لازم يغطيها الاول. لو اشتريت دلوقتي هيبقى واقف خسارتك عند اسفل الجلسه دي، يعني عند 54 قرش، والسهم كويس جدا. وراسكم ماليه السيوله زي ما احنا شايفين، حققنا النهارده الهدف مع الناس الحمد لله عند 36 قرش و5 مليم، واغلق عليها. ان شاء الله السهم مكمل، وعنده مستهدفات تانية خالص ان شاء الله عند 38 قرش و40 الى 50 قرش سعر واحد ان شاء الله. عن المشروعات الصناعيه والهندسيه، طيب هو كان عامل حركه تصحيح كبيره ونزل لم نفسه، بس هي دي دلوقتي عند اكتر مقاومه عند 2، عند 26 قرش و5 مليم. خلينا نقول ان انت لو انت بره السهم ما تشتريش الا لما يقفل فوق 28 قرش. يبقى انا بقول لك، يبقى انت كده طريقك اخضر ان شاء الله. تحت ال 28 دلوقتي لو اشتريت يبقى في خسارتك هتبقى 25 قرش. دي كانت نظره سريعه على السوق، وان شاء الله الجلسات الجايه هتبقى افضل من الجلسات اللي فاتت ان شاء الله. لو عندك اي سؤال اكتب تحت في الكومنتات، اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه، وصلي على النبي، وتابعنا ان شاء الله في كل جديد. السلام عليكم.